بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن زراعة الخرشوف في مصر. يستخدم في التصدير والفنادق والأسواق، حيث يستخدم في الطبخ. ماشي. اللي هي نورات والتغذية. بعد حوالي 14 شهر من الزراعة يستمر الحصاد أو الجمع من 3 إلى 4 شهور، ويزداد عدد النورات أو الأوراق في شهر 3 و4 و5، لو مارس إبريل مايو. والجمع يكون من 3 إلى 10 إلى 15 يوم، طبعا على حسب الجو. ويكون طول النورة من 5 إلى 10 سنتي. الحصاد عن طريق تطعيم أو تقطيع النورات بجزء من الحامل النوري بطول من 15 إلى 20 سنتي بسكين حاد. ترتبط النورات مع بعضها البعض، وتربط النورات في حزم من 15 إلى 30 نورة في الحزمة. كل حزمة بيكون فيها من 25 إلى 30 نورة، وتعبأ في أقفاص أو كرتون على بعضها البعض للتصدير. ويكون طول العنق من 10 ل 15 سنتي. سليم. التخزين من 4 إلى 6 يوم في ماشي، أو في الثلاجات تحت درجة حرارة صفر، ورطوبة من 90 ل 95. كنز العلاج كثير من الأمراض، اللي هو الإرهاق والكبد والكلى. يستخدم في الطهي أو السلطة، أو طهيا على البخار. زراعة أصناف مقاومة للأمراض جيدة وسريعة الإنتاج. يزرع في الأراضي الطينية جيدة الصرف والخصبة والأراضي الرملية. ميعاد الزراعة بتاعه في شهر 7 و8 اللي هو يوليو أغسطس. بنحرث الأرض حرث جيدة، ونضع الخدمة بمعدل 20 إلى 30 متر سماد بلدي، زائد 200 كيلو سوبر فوسفات كالسيوم. ثم الحرث والتخطيط بمعدل 7 خطوط على القصبتين. وتروى الأرض ثم الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية. كمية التقاوي بتاعته قطع من الأمهات العام القادم أو العام الماضي، أو خلف أو شتلة على بعد ماشي متر واحد بين الجورة والأخرى. طبعا بيستخدم خلف أو قطع أو شتلات أو نسيج أو بذور. طيب، تكلفة الفدان أو إنتاج الفدان. ماشي. يحتاج الفدان إلى شكارة 50 كيلو سلفات نشادر أو 30 كيلو نطرات نشادر في الموسم. ممكن نزرعه مشاتل في صوب عن طريق البذور أو الأنسجة أو قطع خضرية أو العقل. زراعة المشتل في شهر يونيو اللي هو شهر 6 خضري، طبعا تقلع بعد انتهاء المحصول من الأمهات القوية في صوب أو أماكن مظللة. لزراعة فدان تحتاج صوبة من 3 إلى 4 قيراط. تحرث الأرض جيدا من 2 إلى 3 مرات مع التسوية، ووضع 4 متر سماد بلدي محلل، زائد متر كومبوست، زائد 15 كيلو كبريت زراعي، زائد 15 كيلو ملح سلفات نشادر. ثم الحرث، ثم التخطيط بمعدل 12 خط على القصبتين في المشتل. وتزرع العقل الخضرية على بعد 50 سم بين الجورة والأخرى. الري بعد حوالي من 12 ل 15 يوم. بعد ذلك الري تسميد بمعدل 10 كيلو سلفات نشادر في الري. ممكن نزرعه زراعة بذور في صواني من البطمس والفيرموكولايت وبودرة البلاط. يبقى 2 بطمس، 6 فورموكولايت، 8 بودرة بلاط، زائد 400 جرام ملح و800 جرام سوبر، مع 100 جرام عناصر صغرى خليط، زائد 100 جرام مطهر. ونزرعه في صواني. وبعد كده بنبدأ طبعا ناخد الصواني ديت بعد الزراعة. بتنقل في كوبايات بلاستيك عندما تكون في عمر 3 ورقات، ثم تنقل بعد ذلك في الأراضي المستديمة. طبعا نبات الخرشوف بيحتاج إلى رش من ذبابة دودة، أو رشة للبياض اللي هي أعفان الثمار، أو ممكن نديله جرعة أعفان جذور زي كبريتات النحاس. ممكن نرش رشة كبريت ميكروني.
وهو طبعا بيقعد في الأرض حوالي 17 شهر أو 18 شهر. يعني نبات بيستمر في الأرض لمدة من 16 ل 18 شهر. أفضل طبعا تقاوي بناخدها من بعد انتهاء المحصول، ونركز على الرش الحشري زي المن والتريبس والعناكب والدودة، بالإضافة إلى المبيدات الفطرية زي البياض، برشها مادة كابيتان أو كبريت ميكروني أو ميتالاسايل أو مانكوزيب. والسلام عليكم ورحمة الله.